الطريق للعمل بالشركات الكبيرة والتطور المالي بيبدأ منين؟ هقولك في الفيديو ده ازاي لو انت مهندس مدني او معماري تزود فرصك للوصول للشركات الكبيرة وتحقق طموحاتك المهنية. تعال نفكر سوا، الشركات الكبيرة دي بتحتاج ايه من المهندس عشان تفضل متمسكة بيه؟ هتلاقي ان معظم الشركات الكبيرة بتشتغل في مشاريع ضخمة بتضم اكتر من قسم من اقسام الهندسة، مش بس مدني ومعماري. يعني هتلاقي في المشاريع الكبيرة بالإضافة للأعمال المدنية والمعمارية أعمال زي التكييف والحريق، أعمال الصحية، أعمال الكهرباء، وأعمال الطير الخفيف. واللي تمثل أكتر من نص حجم المشروع، مش أي نص، نص المؤثر والحرك في المشروع. واللي بيكون الأعمال فيها متداخلة مع الأعمال المدنية والمعمارية، تبدأ من أول مرحلة الأساسات إلى مرحلة التشطيب النهائي. طيب بناء على الكلام ده اللي وضحناه دلوقتي، نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: إيه المواصفات اللي محتاجاها الشركات الكبيرة في المهندس المدني والمعماري علشان تكون متمسكة بيه؟ أولا لازم يكون عنده القدر الكافي من المعرفة عن أعمال الإلكتروميكانيكال، واللي هيساعده يشوف الصورة الكبيرة للمشروع ويفهم متطلباته مهما كان دوره في المشروع. ثانيا لازم يكون قادر ينسق ما بين الأقسام المختلفة بكفاءة وفعالية. ثالثا مهندس قادر على تحديد العناصر الحرجة في المشروع بطريقة دقيقة مبنية على رؤية كاملة لتفاصيل المشروع. رابعا مهندس قادر على التخطيط الجيد للمشروع من واقع رؤيته للصورة الكبيرة للمشروع. لو وصلت معانا لحد هنا فانت اكيد بتسأل نفسك ابتدي منين عشان اتعلم وافهم اكتر عن اعمال الالكتروميكانيكا، واللي هتساعدك تحسن من دخلك ووضعك الوظيفي. ما تقلقش، احنا وفرنا لك دبلومة الالكتروميكانيكال لموجهة خصيصا للمهندس المدني والمعماري، واللي بتحتوي على اكتر من 7 برامج تدريبية باجمالي 35 ساعة مكثفة، هتاخدك في رحلة ممتعة وعالم من الخبرة والمعرفة. هنتكلم فيها عن أعمال التكييف في المشاريع الضخمة، وأعمال الحريق، أعمال صرف المية وتغذية المية، ونظام العاصفة وتوزيع الكهرباء، وأعمال التيار الخفيف. واللي هنتعلم فيها عن كل نظام الآتي: أول حاجة إيه الهدف من كل منظومة، مكونات كل منظومة ووظيفتها، علاقة المكونات ببعضها. هنشوف صور توضيحية كتير للموقع علشان نربط الشرح بالواقع. هنتعلم نبذة تصميمية بشكل بسيط لاكتساب الحس الهندسي. هنتعلم قواعد لوحات الكتروميكانيكال ومقايسات بنود الأعمال، وهنطبق على مشروع كبير بحيث نكون جمعنا كل المعارف اللي ممكن نستخدمها. الدبلومة دي هتديك كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان تفهم بنود الالكتروميكانيكال المختلفة وتعرف ازاي تدمجها مع شغلك في المشروع. دي اللي بتحتاجه الشركات الكبيرة وبتدور عليه. يلا احجز دلوقتي وابدأ طريقك نحو التطور الوظيفي والمالي.